السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا شفيعنا هدينا على كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. جايين نتكلم النهاردة عن خطوة مهمة جدا، حاجة كده لازم نعملها للفراخ بتاعتنا. بس الوقت بتاعها هيفرق جدا. المفروض ان احنا بنعملها للطيور بتاعتنا الصبح كده قبل الاكل. يعني على الريق، يعني انت لسه فاتحه عليهم، فحط لهم الحاجه اللي هقول لكم عليها دلوقتي هتفرق في الوزن. دي حاجه، دي من ضمن مميزاتها ان هي بتزود الوزن. من ضمن مميزاتها الجميله جدا برضو انها تخلي الفراخ بتاعتك يقروا البيض كل يوم بدون ما الفراخ بتتعب، ومن غير ما يكون عندهم اي اجهاد. الا طبعا احنا بنقول على كل وصفات البيض وصفات بتزود البيض، بس حالة واحدة اللي هي البيض المفروض يقل فيها، ودي حالة طبيعية. هي مرحلة القلش. يعني ايه القلش؟ يعني هما بيغيروا الريش بتاعهم، يعني الريش بتاعهم بيقع وبيرجعوا يكونوا ريش تاني، فتكوين الريش ده بيكون صعب جدا على الطيور، يعني بيعمل لهم اجهاد. فهم بيتوقفوا عن انتاج البيض. دي الحالة الوحيدة اللي المفروض بيتوقفوا عن انتاج البيض. وحالة تانية برضو ان هم يكونوا مثلا مرضم، او تعبوا او حاجة زي كده، ان هم يكونوا مرضم. فحاجات لازم ناخد بالنا منها عشان نفهم موضوع البيض كويس جدا. الخطوة دي رئيسية، مفيش اي غنى عنها. لازم نعملها. هقول لكم عليها في الفيديو بتاعنا النهاردة. اول حاجة هنخش بقى في التفاصيل بتاعتنا. قبل ما نحط الاكل للفراخ الصبح لازم نستنى لحظة كده ونشوف المفروض ان احنا هنعمل ايه. لان الخطوة اللي هقول لكم عليها دي لو تجاهلتيها الفراخ عمرها ما هتوصل لاقصى وزن. يعني احنا طبعا في طيور معينة بيكون هدفنا منها ان هي وزنها يزيد، في طيور معينة بيكون الهدف منها البيض. آم، طبعا الحاجة دي هتوصل الطيور بتاعتنا لأقصى وزن. وهنثبت لك يعني الحاجات دي يعني لما تجربوها هتلاقوا الكلام صحيح، ما فيهوش اي كذب ولا حاجة. الخطوة دي قادرة على انتاج البيض. بتنفع الطيور جدا. لو عايزين نسمي الطيور برضو بتنفع في التسمين. عايزين انتاج بيض تمام شغالة. لو عملناها مرة واحدة في الاسبوع بس قبل الاكل مرة واحدة هنلاقي الفرق. هنلاقي الفرق في ايه؟ هنلاقي الفرق في النمو في النشاط بتاعهم. يعني هتلاقي الطيور بتاعتك عندهم نشاط كده، حركتهم جميلة، بيجروا بيتنططوا. حاجة تانية برضو بتفرق في انتاج البيض. بتلاقي انتاج البيض، يعني انت طبعا عارفة الطيور بتاعتك بتبيض قدين. فلو عملنا الحاجة دي هنلاقي فرق في انتاج البيض جامد جدا. هنلاقي فرق في كل حاجة. السر ده في مش في العلف. السر ده في حاجة كده لازم نعملها قبل ما نقدم وجبة الطيور. الوجبة بتاعت الصبح بتاعت الطيور بتاعتنا لازم نعملها. اول وجبة للطيور بتاعتنا بتكون هي طبعا العلف، زي ما احنا متعودين وقايلين قبل كده. بننطر لهم شوية علف كده عشان ياخدوا احتياجهم من البروتين عشان موضوع البيض. المشكلة اللي بيعانوا منها ناس كتير من اللي بيربوا، الشكوى بتاعتهم ان الفراخ اكلها كويس بس وزنها خفيف. بيشتكوا برضو تانية من حاجة تانية، ان هم البيض بتاعهم شوية النمو بتاعهم بطيء، مش راضيين يكبروا، مش راضيين يبدأوا. يعني المناعة بتاعتهم ضعيفة. دي الشكوى كده ناس كتير بتشتكي منها وبنشوفها باستمرار، والناس كلها بتقول عليها. الغلط مش دايما بيبقى في العلف. يعني هتقول الغلط في العلف، هتقول الغلط في السلالة. آه، الغلط ان المعدة مش جاهزة ان هي تستقبل الاكل، خصوصا في الصبح بدري كده. واي اكل بيدخل المعدة نص بيروح على الفاضي. المعدة بتكون تعبانة. وايه اللي ممكن يخلي المعدة تعبانة في الصبح اول ما الطيور تصحى كده؟ بيبقى اكتر وقت الطيور فيها عنده قدرة على الهضم والامتصاص. زمان كده كان الناس اللي بيربوا الطيور كانوا بيعملوا الحركة البسيطة دي قبل ما يرموا الغلة.
او العلف بتاعهم. طبعا ما كانش فيه علف ايام زمان، كانوا بيرموا غله ورز شعير، حاجه كده بتنظف تنظم تنشط الهضم. ما كانوش طبعا ما كانش فيه فيتامينات، ما كانوش يعرفوا ادويه، ولا كانوا بيعرفوا املاح معدنيه، لكن فراخهم كانت بتبقى تقيله في الوزن. لو هم حابين يسمنوها. والبياض طبعا الفراخ اللي بتبيض البيض مكمل لغايه اخر السنه. المعلومة دي هي أهم نقطة في الفيديو بتاعنا اللي هتفرق معانا. الخطوة المهمة قبل الأكل الصبح هي معلقة شيح نغليها، أو ممكن ننقعها على لتر مية ونقدمها للفراخ مرة واحدة في الأسبوع فقط قبل الأكل كده، قبل ما نديلهم وجبة الأكل كده بنص ساعة ولا حاجة. وهو ده السر اللي فوائده عملاقة. الشيح بينظف المعدة، الشيح بيقتل الديدان، الشيح بيضبط الهضم، الشيح بيفتح الشهية. يعني الأكل اللي بعده على طول هيخش جسم الطيور بتاعتنا كامل، مش هيضيع نصه بسبب الديدان. طبعا عارفين ان الفراخ بيكون عندها ديدان او بسبب البكتيريا او بسبب اي عدوى، مش هيضيع الاكل ده، هيدخل كله بالكامل، مش هيضيع نصه. في الفوائد بقى بتبقى بالتفصيل عشان نبقى كده عارفين واضحين مع بعض. الحاجات دي يعني النتائج الحلوة دي هنشوفها بعد اسبوعين من الموضوع ده، يعني بعد اسبوعين من ما نعمل الحركة الجميلة دي، الحركة الجميلة اللي قلنا عليها اللي هي الشيح. طبعا هنلاحظ الفوائد زيادة جدا في انتاجية البيض، زيادة واضحة مش زيادة عادية، زيادة واضحة جدا، لان الطيور بقى بتستفيد من الاكل اللي بيخش جسمها وبتمتصه وبتاخد كل الفوائد اللي فيها. برضو هنلاقي النمو اسرع، بنلاقي الفراخ بتاعتنا بتكبر بشكل سريع، وزنها بيزيد. لو احنا عايزين نسمنها على حسب الاكل اللي بنقدمه، لان الشهية بقى اتفتحت والهضم بقى افضل، فبنلاقي الوزن زاد، النمو بقى اسرع، النمو بقى اسرع، يعني بيكبروا بسرعة. لو في كتاكيت صغيرة عمر شهر او شهرين بنقدم لهم الشيح بكميات قليلة جدا، برضو بيدينا فايدة في النمو بتاعهم، بيطرد البكتيريا الضارة من جسم الكتاكيت، نشاط وحركة باستمرار. فبيبقى فيه دفع وبيبقى فيه مناعة أقوى من كل الفوائد اللي قلنا عليها. قدمنا الشيح قبل ما نقدم العلف، ودي خطوة نتائجها إيجابية جدا. لو ما فكرناش في الموضوع ده هيكون فيه أضرار على الطيور بتاعتنا، ربما ان هما ما يستفيدوش من الاكل اللي احنا بنقدمه لهم وبيخش جسمهم. عشان كده الفراخ بتفضل تبيض حتى في الاوقات اللي المفروض البيض فيها يقل. طبعا زي فترة الشتاء المفروض البيض بيقل. فبنلاقي الفرخة بتبيض عادي، لان الشيح مش منشط مؤقت، ده منشط كامل للجسم. الطريقة الصح والتحضيرات والتحذيرات زي ما قلنا: معلقة شيح على لتر مية مغلية او ننقعه، بنسيبه كده يبرد وبنقدمه بدل مية الشرب. مهم جدا مرة واحدة في الأسبوع، ما نزودش الكمية، ما نكررش الموضوع مرتين أو 3 مرات. الزيادة طبعا بتعمل نتيجة عكسية. الاعتدال في كل شيء هو بيكون سر النجاح، لأن دي مادة قوية جدا ممكن تقعد تنظف المعدة لحد ما تخلص على البكتيريا النافعة. لا احنا مش عايزين كده. بتنفع للفراخ البلدي، البيضة، البط، السمان، أي نوع من أنواع الطيور، خصوصا الطيور اللي عندها نموها واقف أو البيض بتاعها قل أو شهيتها بقت ضعيفة. وطبعا أفضل وقت زي ما قلنا الصبح بدري قبل أول وجبة. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده، ومهم جدا نبعد عن التحذيرات اللي قلنا عليها. ولو لاحظنا زيادة في الوزن أو زيادة في إنتاجية البيض، يا ريت ما تنسوناش بلايك. طبعا الطيور هيحصل دي وصفات طبيعية رخيصة بتجيب نتيجة كبيرة جدا في إنتاجية البيض وفي تربية الطيور. فدي نتيجة انتوا هتشوفوها بنفسكم اما تجربوا الوصفة دي. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. متنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.